التي تسر الناس ويجب أن نعتز بها أن الرئيس تبون أصر أن تسمى القمة العربية الحالية قمة فلسطين. فهذا الرئيس العظيم الذي أراد لأهل فلسطين أن تكون صورتهم حاضرة، هذا من العظمة التي يعيشها شعب الجزائر وقيادتها العظيمة التي تستحق منا الإجلال. بالتأكيد هذا رضا كامل. طبعا كل ما يخرج من الجزائر فهو بالتأكيد لصالح القضية الفلسطينية. مخرجاتها كانت ممتازة ورائعة ويجب أن تكرس على أرض الواقع بدعم عربي كامل. هذا الشيء يشرح صدورنا عندما نجد اهتمام من أشقائنا في الدول العربية باهتمام في قضيتنا. الجزائر اليوم ركز الاهتمام الشعب العربي بشكل كامل على قضية الشعب الفلسطيني، وهذا بصراحة يشكر عليه الشعب الجزائري ويشكر كل من حضر في هذا المؤتمر. نعم، نحن كفلسطينيين نقول أن هذه القمة العربية التي حصلت في الجزائر هي قمة ناجحة، أعطت إيجابيات